الخوت، السلام عليكم ومرحبا بكم كاملين. فيديو جديد ورياكشن جديده. بطبيعه الحال كما كنعرفوا بان تصنيف الفيفا الجديد اصدر في اواخر هذا الشهر الخوت، وهناك جديد ومتغيرات في عاد شراء اقوى المنتخبات العالميه بطبيعه الحال. وحنا الاهم ديالنا هو المنتخب المغربي اللي تسلق رتبه واحده من رتبه 12 الى رتبه 11 كافضل المنتخبات العالميه بطبيعه الحال. وكذلك تراجع المنتخب الطانغو منتخب ليونيل ميسي الأرجنتين إلى المرتبة الثانية بطبيعة الحال، وتصدر إسبانيا القوية الآن بالجيل الذهبي اللي عندها الخوت غني بالمواهب الشابة بطبيعة الحال ولاعبين ذو إمكانيات فنية عالية الخوت. وتتسلق فرنسا كذلك رتبة واحدة وتحتل المرتبة الثالثة بطبيعة الحال. منافسة قوية الخوت بين هذه المنتخبات الأوروبية. كذلك البرازيل تتراجع للمرتبة الثامنة كما كتشوفوا الخوت. نشوفوا الخوت ماذا قالت بي ان سبورت عن تسلق المنتخب المغربي لرتبة واحدة واحتلاله الرتبة بطبيعة الحال 11 عالميا. ونشوفوا التحليل وشنو قالوا على تسلق المغرب هذه الرتبة. بكم مشاهدينا إلى الشوط الثالث، وفي حلقة اليوم سنناقش تصنيف الفيفا الجديد للمنتخبات واعتلاء بطلة أوروبا إسبانيا للجدول، وتراجع بطلة العالم الأرجنتين مركزين لتصبح في المرتبة الثالثة، وارتقاء المغرب أول العرب وأفريقيا إلى المركز الحادي، وارتقاء المغرب الخوت. احنا هذه الجمله اللي بغينا هي ارتقاء المغرب اول العرب وافريقيا. المنتخب المغربي بطبيعه الحال يصنف الان افضل منتخب عربي وافريقي واقوى منتخب عربي وافريقي بطبيعه الحال. نتمنى المنتخب المغربي يزيد تصدر مراتب ويوصل لما لا المرتبه الثامنه السابعه او التاسعه، مهم يكون من 10 الاوائل، ذلك من اجل تصنيف افضل وقرعه افضل في نهائيات كاس العالم التي ستقام بطبيعة الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. وبطبيعة الحال الشعب المغربي ينتظر الكثير من هذا المنتخب في كأس إفريقيا اللي تقام في أواخر شهر 12 في المغرب من أجل فوز بكأس الإفريقية التي غابت عن خزائن المغرب لسنوات عديدة وكذلك مشاركة تكون إن شاء الله لما لا أفضل من مشاركة قطر رغم صعوبتها بطبيعة الحال، ولا مستحيل في كرة القدم المغربية. أول العرب وأفريقيا إلى المركز الحادي عشر عالميا. طيب، أنت فتحت لي مجال أنا سأمضي فيه الحديث عن المنتخبات العربية. نبدأ بأفريقيا. ذكر عمرو كابتن سمير المنتخب المغربي المركز الحادي عشر، هو يريد أن يعادل على الأقل في النافذة المقبلة أفضل تصنيف له وهو العاشر، كان عام 1998. مغرب الحادي عشر. الخوت، المغرب كان له أفضل ترتيب طبيعة الحال، هو التصنيف 1998 المرتبة العاشرة كأفضل 10 منتخبات عالمية بطبيعة الحال. وإن شاء الله لما لا تكون أحسن تصنيف، لما لا في هذه السنة إن شاء الله، ونوصلوا بعد فوز بكأس إفريقيا لا قدر الله نوصلوا المرتبة الثامنة عالميا. لما لا، كل شيء ممكن ولا شيء مستحيل بطبيعة الحال مع المغاربة، وكرة القدم المغربية تطور مستمر. مركزا مصر 35 خسر المنتخب المصري مركزا، الجزائر 38 خسرت مركزين، لنقل تونس المركز 46 وربحت. الخوت، سطر لي على الجيران ديالنا، على الجزائر خسرت مركزتين، الجزائر بمرتبة 20 ولا 30 والله ما عرفت الخوت. المهم الترتيب ديالو مش 3 مراكز. ما رأيك في هذا الصعود والنزول، ولو نزول بسيط بالنسبة لهذه المنتخبات التي تتحضر لحسم بطائق المؤهلة للمونديال؟ صحيح المغرب وتونس تأهل المونديال، ولكن الجزائر ومصر كذلك يجب أن تعمل ما هو أكثر حتى تتأهل، وإن كانت باتت قريبة جدا من المرور إلى كأس العالم. طبعا أولا ألف مبروك للمنتخب المغربي والمنتخب التونسي بما بيقدموه من أداء ونتائج ممتازة والصعود لكأس العالم. ثانيا الصعود والهبوط ده موجود، يعني أنا على سبيل المثال احنا كنا لسه بنتكلم قبل الحلقة المنتخب المصري
الخوت انا ما عرفتش بان المغرب كيتاهل لكاس العالم المره الثالثه تواليا بعد كاس العالم روسيا، وكذلك كاس العالم الاسطوري في قطر. الاشقاء ديالنا اللي كان لهم دعم كبير لوصول المغرب لنصف النهائي بطبيعه الحال في ملحمه كرويه امام المنتخب الفرنسي، اللي انتهت المباراه فوز المنتخب الفرنسي بهدفين لصفر في مباراه غير طبيعيه. راه خوت اللي دخلت الشكوك للكثير من اللي كيفهموا في كره القدم بطبيعه الحال. وكذلك والرتبة الثالثة أو للمرة الثالثة تواليا هي اللي الآن اللي غتكون في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، وإن شاء الله تكون مشاركة جد رائعة. في 2010 كان المركز التاسع على مستوى العالم بعد بطولة القارات اللي عملوها بشكل جيد، وكان من الممكن يروحوا في مراكز أفضل كمان من التاسع لولا الحظ. وإحنا شفنا النتيجة مع منتخب البرازيل، قاب قوسين أو أدنى كنا نطلع بنقطة المباراة، ولكن المنتخبات هيظل صعود وهبوط، لأن أنت عندك مباريات مؤهلة لكأس العالم، وإحنا نعرف في معايير، والمعايير دي محطوطة من سنة 1992 وحصل فيها تغيرات نسبية إلى 2018، ومن بعد 2018 حصل النظام الجديد اللي احنا كنا بنتكلم فيه. ولكن الصعود والهبوط سنأتي للنظام لأنه عندنا تقرير خاص بهذا النظام. طيب الآن بس هضيف لك حاجة بسيطة. كابتن، النتائج هي اللي بتتحكم في الهبوط والصعود، في اللي انت تطلع المراكز او تنزل مراكز. طيب اذا هذه المنتخب الخوت بالنسبة للمعايير اللي كتحكم في طلوع المنتخبات أو تسلق المنتخبات للمراتب على تصنيف الفيفا، هي نوعية المنتخب التي كتواجهه، والمنتخب الرتبة ديالو في تصنيف الفيفا، وكذلك قوة المنتخب والنقط اللي كانوا عندك. وملي كتربح ديك المنتخب اللي هو أكثر منك التصنيف في الفيفا، أكيد أنت غادي كتربح نقاط أكثر منه، وهكا كيتم الترقية ديالك في التصنيف العالمي. كذلك دابا المنتخب المغربي لو واجه مثلا منتخب اسبانيا او فرنسا او البرازيل او 10 المنتخبات الاوليه وربح شي منتخب او منتخبين من هذا التصنيف، بطبيعه الحال غادي يزيد يتسلق مرتبه او مرتبتين بطبيعه الحال. المهم خوتي لنا كوسينات هذا الفيديو والرياكشين اللي كان خفيف ظريف على هذا الفيديو ديال بي ان سبورت. نتمنى يكون عجبك القناه ديالنا اللي هي جد متواضعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.